هنتكلم على الكومبريشن ريشيو والاوكتان نمبر. هنبدا بحركه البيستون جوه الاسطوانه زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات الفور ستروك وازاي بيطلع باور من الانجن. اتفقنا ان البيستون بيتحرك من البوتوم ديد سنتر او اقل نقطه للتوب ديد سنتر او اعلى نقطه بيوصل لها. الحجم اللي المكبس ده بيتحرك فيه او الحجم المزاح ده اسمه السويبت فوليوم. طيب فوق النقطه بتاعت الدوت ديد سنتر او الحجم ما بين الانجن بلوك وما بين وش السلندر ده اسمه الكومبريشن شامبر. يعني لو هظلل كده السويبت فوليوم فهو الجزء ده اللي ما بين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر، والكومبريشن شامبر ما بين الجزء ده ما بين الانجن بلوك ما بين ايه سلندر هيد. لو عندك مثلا موتور 2000 سي سي 4 سلندر، ده معناه ان الاسطوانه الواحده في الموتور ده بتتحرك في حجم 500 سي سي. سي سي اختصار لكيوبيك سنتيمتر، فمجموع الاسطوانات او الحجم الاسطوانه واحده مضروب في عدد الاسطوانات هي دي الانجن ديسبيسمنت او هي دي السعه اللتريه. لما اقول لك 1600 سي سي او 2000 سي سي معناه ان مجموع احجام الاسطوانات بتاعت الموتور دي بتساوي 2000 كيوبيك سنتيمتر. من هنا نقدر نتكلم على الكومبريشن ريشيو او نسبه الانضغاط. الكومبريشن ريشيو هاخد الحجم السويبت فوليوم زائد الكومبريشن شامبر وافردهم هنا بنسب متساويه. 10 مربعات لمربع واحد معناها ان الكومبريشن ريشيو ديت 10 الى 1. الكومبريشن ريشيو بتساوي السويبت فوليوم او الحجم اللي البيستون بيتحرك فيه زائد الحجم اللي بيحصل فيه احتراق على الحجم اللي بيحصل فيه احتراق. طيب كل ما الكومبريشن ريشيو ما زادت كل ما الثيرمال افيشنسي بتاعت الموتور دي بقى ازيد وبالتالي الباور هيزيد. بس ما تقدرش تتحكم في الكومبريشن ريشيو وتعليها من غير ما تاخد بالك من رقم الاوكتان او نوع البنزين اللي انت بتستخدمه. احنا البنزين دايما بيبقى له رقم، بنزين 80، بنزين 90، بنزين 95. الرقم ده بيعبر عن نسبة الاوكتان للهبتان. كل ما نسبة الاوكتان زادت يعني الرقم ده عالي، معناها ان البنزين او نوع الوقود ده مقاومته للاحتراق عالية. فلو هنفتكر في الفيديو اللي فات واحنا بنشرح الباور ستروك قلنا ان البيستون كان سحب كميه هواء وبنزين وبيبدا يتحرك فوق بيضغط الكميه دي، وفي وقت معين اتفقنا ان البوجيه ده او السبارك بلاج بتبدا تعمل هنا ايه سبارك. لو انت استخدمت نوع بنزين اقل رقم الاوكتان بتاعه اقل والكومبريشن ريشيو بتاعت الموتور دي عاليه، معناها ان النوع اللي انت استخدمته اللي مقاومته قليله مش هيقدر يستحمل الضغط الزياده ده اللي هو مش متصمم ان الموتور مش متصمم ان هو يحرق نوع البنزين ده، وبالتالي البنزين اللي انت سحبته هنا هيتحرق قبل ميعاده او يحصل له حاجه اسمها بري اجنيشن او التسقيفه زي ما الناس بتقولها في السوق. التسقيفه دي معناها ان الحريق هنا ما حصلش في توقيت مناسب، وطبعا هنشرح موضوع الاجنيشن تايمينج وتاثيره على الموتور بالتفصيل في الفيديوز اللي جايه. كده احنا وضحنا يعني ايه كومبريشن ريشيو وعلاقتها بالاوكتان نمبر. ما ينفعش يبقى في عربيه متصممه او الموتور بتاعها ان هو يستخدم 95 تستخدم لها انت 90 او 90 تستخدمها 80. كده احنا وضحنا الكومبريشن ريشيو والاوكتان نمبر. لو لكم اي سؤال يا ريت تسالونا واحنا هنجاوبكم. وشكرا.